قاعده ليه وحدك كده؟ يعني عندي مشكلة كبيرة وساعتها نحلها وكده، ما عرفتش حد يعني ما لقيتش حل يعني. احكي لنا، يمكن احنا ربنا بعتنا ليك. يعني ايه المشكله اللي عندك؟ كان جوزي يعني في مشكلة حصلت بينه وبين شخص وكده، والشخص ده اشتكاه عدة شكاوى كتيرة يعني. كنا برضو جبنا محامي يعني وكده عشان يشوف القواضي دي والكلام ده، فما فيش حاجة حصلت غير ان القواضي خدت احكام نهائي وما نعرفش المحامي عمل ايه اساسا كده. السنة اللي فاتت دي اتمسك يعني، وكان لازم ينفذ يعني وكده اهو. فاضطريت ان انا اوصل للراجل ده يعني وكده، انا اقول له يعني كفايه اللي هو عمله فينا والظلم اللي احنا اتظلمناه منه وكده. قال لي انا ما اتنزلش ابدا الا ما اخد مبلغ كبير، يعني يتنزل عن حاجه واحده بس من الحاجات الكتيره اللي هو كان عاملها. اضطريت ان انا اسحب قرض من اللي هم الشركات اللي بتدي قروض دي اللي هي تنميه وكده يعني. كنت برضو استلفت فلوس تاني وكده اهو من ناس عاديين يعني. كل ده عشان نجمع 150,000 اللي قال عليها الراجل ده عشان يتنازل عن جوزي، عشان كان هيموت في الحبس اللي هو فيه يعني كده، ما كانش قادر. أنا اديت الفلوس دي لواحد هو الوسيط اللي كان بيتفاوض معاه كده هو، فهو اداله 100,000، اداها له إن احنا جمعناها القرض اللي أنا سحبته ده والفلوس التانية اللي أنا استلفتها. المهم طبعا كان جوزي طلع وكده، كان لسه برضه فاضل عليه شكاوى تاني قضايا تاني يعني، الدنيا ما كانش لسه خلصت. حاول إن هو مثلا يسدد وكده، ما عرفش يسدد، وفي الآخر طبعا هو طلقني. يعني انت بعد ما ساعدتيه طلقك؟ بعديها أنا طبعا كنت رحت لأهلي نقول لهم يعني إن هو طلقني، وإن أنا ما فيش حتى يعني نقعد فيها وكده هو، وإن عليا الفلوس دي وكده. أهلي طبعا ما رفضوا أساسا إن أنا نقعد عندهم، رفضوا عشان هم الدين اللي عليا ده هم مش هيسددوه، معهمش ان هم يسددوه ومش هيسددوه. حتى اصحاب الدين دول راحوا طبعا. انا ما كنتش نعرف يعني، ما معيش اساسا تليفون نعرف ان هم نزلوا الصوره بتاعتي على النت وكده هو، ويقولوا احنا لينا فلوس عند دي واحنا عايزين دي وندوروا عليه. فبالنسبه للكلام ده هو يعني فضايح اهلي يعني كده، مش عايزيني ان انا استلفت منها دي. فبقول لها يعني اصبر عليا وانا بدور على حل، وان انا مثلا اسد لك جزء في جزء وكده، وانا ما طرتش منك وانا عارفه الدنيا يعني، حتى ما يدخلش صاحبه جنة. قالت لي ماشي، ما بينتليش اي حاجه خالص. وبعد كده خدتني شقتها يعني وكده، وقفلت عليا بالمفتاح، رنت على اللي هي الوسيط ده اللي كان، اجبروني ان انا نمضي لهم على ايصالات كتير على ابيض، ايصالات كتيره خالص والله ما نعرف حتى عددها، لا اما هتعمل فيا حاجه افظع من كده يعني. وقالت لي ده احنا كمان اشتكيناك ونصورك كمان يعني، نصورك عريانه ونفضحك في مصر كلها، وترجتها كتير ما رحمتنيش. انا طبعا ما عرفتش نعمل ايه اساسا ولا اروح فين، ما لقيتش حل يعني. رحت كذا جمعيه، رحت محدش عمل لي حاجه، رحت حتى الواحد عضو مجلس شعب برضه ما عرفتش ادخل له اساسا، الناس اللي شغاله معاه ما دخلونيش ليه. حتى ان انا رحت برضه عشان نقابل المحافظ وحكيت قصتي وكتبت كل ده في طلب، لا معايا مكان نعيش فيه، واساسا صحيا يعني ما بقيتش اقدر اشتغل زي الاول. انا كنت الاول بشتغل واصرف على نفسي وكده قبل اللي حصل، بس دلوقتي والله انا حتى ما بقدر اشتغل. انا دلوقتي اللي عايشه بيهم بس يعني اللي هم مثلا قبض كرامه، ده بس اللي انا معايا، معيش اي حاجه تاني يعني. عايشه اغلب الوقت مثلا عند واحده صاحبتي، شويه اقعد مثلا على المحطه، شويه اقعد هنا شويه اقعد هنا، ماليش مكان اساسا ان انا اعيش فيه. طيب بصي، احنا برنامج اسمه صعيدي في الخير. البرنامج ده بيتذاع في رمضان. بنسألك سؤال، ولو انت جاوبت علينا فيه هتكسبي معانا ان شاء الله. ان شاء الله. ايه المكان اللي الناس بتروح تحج فيه؟ مكة، في السعودية يروحوا مكة ويروحوا المدينة. جاوبت اهو. دي جايزة مالية مقدمة ليكي من شركة المستشار العقاري. هم بيقولوا لك كل سنة طيبة ورمضان كريم، لعل عسى ممكن تكون الجائزة دي جت في وقتها يعني. اتفضلي. هم اي حد، بس انا عايزة حد من الناس المسؤولين وكده هو يحل لي مشكلتي دي، يلاقوا لي مكان مثلا اعيش فيه، شغل ان انا اصرف منه، حل المشكلة دي مع احنا الناس. كده الحلقة هتتذاع، والناس دي كل الناس اللي في دماغك، الناس دي كلها بتتفرج على الحلقات بتاعة البرنامج. فلعل وعسى انه حد فيهم هيتواصل معنا ويكلمنا، وهيكون ان شاء الله يعني ليكي نصيب ان انت تكوني معاهم باذن الله. حضرتك انا والله العظيم ما هربتش من الدين اللي عليا. انا حتى دورت ان انا
ان انا حتى الاقي حد يشتري كليتي، يشتري مش عارف عين من عيني عشان نطلع من اللي انا فيه. اقسم بالله العلي العظيم ما خليتش، لفيت على كل واحد شويه، زللت لكل حد شويه لحد ما خلاص فقدت الامل اساسا. الدين ما يدخلش صاحب الجنه. انا عارفه ان انا لازم اسد الدين ده اللي عليا، بس والله ما لقيت اي طريقه، ولا لقيت حتى حد يساعدني اساسا. انا هسألك سؤال تاني، شهر رمضان كام يوم؟ اي شهر هو 30 يوم، بس ممكن يبقى مثلا ناقص يوم، يبقى 29 على حسب الرؤية. ايوه حسب ما يقولوا يعني. معنا تاني؟ انا عايزه برضو من اي حد يسمعني، لو هو مش يعني ما حدش يقدر يساعدني، على الاقل يساعدني بالدعاء ان ربنا يفرج عني، ان ربنا يطلعني من المشكله اللي انا فيها. لو يعني مش هيساعدني مثلا اللي هو يحل لي المشكله، بس يساعدني بالدعاء. ان شاء الله كل الناس هتدعي لك، وكل الناس برضو هتوقف جنبك بعد ما يشوفوا الحلقة بتاعت النهاردة. دي جايزة تاني ليكي من شركة المستشار العقاري، برضو تفضلي. انا كل اللي طالباه يعني من رحمه ربنا ان انا نطلع من اللي انا فيه ده، ان الدين ده يتسد، وان هم يدوني الايصالات والحاجات اللي مضوني عليها الورق الكتير ده، وان ربنا يعني يبعت لي ولدي. ما عايزاش اكتر من كده في الدنيا، حتى لو هفضل قاعده في الشارع، بس ما يبقاش عليا دين، وان الاقي ولدي. ليه والدك فين؟ ما هو ابوه خده، انا ما عرفش مكان. تعبت خالص، تعبت يعني. انا عارفه لولا ان انا مثلا ربنا هيوديني جهنم وكده، كنت والله العظيم انتحرت واستريحت. ثقي بالله، وان شاء الله ربنا كريم باذن الله، وقادر ان هو يفك الضيق عليك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اي حد يشوف يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني يدعي لي ان ربنا يعني يستجيب ان شاء الله، ونطلع من اللي انا فيه. برنامج الصعيدي في الخير برعاية مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية، شركة المستشار العقاري، مطعم قصر الوليمة.